اساور الست من الحلويات اللي كلنا بنحبها ودايما بنشتريها وفاكرين ان هي طريقتها صعبة، ولكن في الحقيقة هي طريقتها سهلة جدا. هنعملها النهاردة مع بعض خطوة بخطوة وهقولكوا كل التركات بتاعتها. تعالوا يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. عندي هنا لفة من الجلاش. طبعا مهم نستخدم نوع جلاش كويس تكونوا مجربينه قبل كده علشان متطلعش معانا البقلاوة او اساور الست مجلدة. انا استخدمت نوع ده اسمه امريكانا، ده مناسب لحساسية الالبان. هنا هبتدي اقسم ورقة الجلاش ل4 اجزاء. هناخد جزء نشتغل عليه والاجزاء الباقية هنغطيها كويس بفوطة علشان ما تنشفش. الربع ده هبتدي اخد بقى منه ورقتين كل ورقتين هنلفهم، يعني هيعملولي واحدة من اساور الست. وبعد كده هنجهز خليط من السمنة مع الزيت، وطبعا كل ما كانت نسبة السمنة اكتر كل ما كان طعم البقلاوة او اساور الست كان طعمها احلى. في حالة حساسية الألبان هنستخدم زيت جوز هند مع زيت عادي بدل السمنة أو الزبدة. هنبتدي بقى ندهن الورقتين بخليط الزيت مع السمنة. هنتأكد ان احنا دهناها كلها كويس. بعد كده هنجهز اي عصاية. انا استخدمت 3 عصيان من الشيش طاووق، لفتهم بلزق علشان يديني يعني قطر العصاية يكون بالقطر اللي انا عاوزاه او السمك اللي انا عاوزاه. بعد كده هبتدي الف عليه ورق الجلاش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنسيب في الاخر سنتي كده مش هنلفه، ده هيكون القاعدة بتاعتنا اللي هنحط عليها المكسرات او الحشو في الاخر. بعد ما لفيناها بالشكل ده هنبتدي بقى نضم الاطراف علشان الجلاش يكشكش كده من النص، وبعدين هنبتدي بقى نخرجها برا العصاية. هنمسك بقى الجلاش وهنضم الاطراف بتاعته بالشكل ده، والسنتي اللي باقي ده هنظبطه كده بحيث يعني تكون شكل قاعدة كده اللي نحط عليها المكسرات. طبعا انتوا تقدروا تستخدموا اي حاجة مكان العصيان الشيش طاووق دي، يعني ممكن قلم حتى طويل، ممكن اي عصاية موجودة عندكم تكون سمكها متوسط، ممكن ابرة تريكو، اي حاجة يعني ما تخلوش حاجة توقفكم. ممكن كمان لو حابين قبل ما تلفوا الجلاش تحطوا حشو في المنطقة اللي احنا دهناها بالسمنة دي، ممكن تحطوا فيها فستق او اي مكسرات انتوا حابينها، بس تكون طبعا مطحونة ناعم خالص، وبعد كده تلفوها بحيث تبقى المكسرات جوه وبره في المكان اللي احنا عاملينه في النص ده. بعد ما بنخلص كل واحدة بنرصها في صينية. مش شرط تدهنوها زيت او سمنة، احنا كده كده هنحط سمنة في الاخر على الجلاش كله يعني. تعالوا بقى نعمل اخر واحدة مع بعض علشان نشوف الخطوات اللي بعد كده. لفة الجلاش دي عملت لي صينيتين وسط من اساور الست. طبعا انتوا تقدروا كمان بدل ما تعملوا كل واحدة من اساور الست تكون عبارة عن ورقتين جلاش، ممكن تعملوها ورقة واحدة بحيث يكون حجمها اصغر وتعملوا يعني كمية اكبر او عدد اكتر من اساور الست. طبعا من المعروف ان احنا لما بنعمل جلاش حلو بنسقيه دايما بشربات اللي هو تقيل ويكون بارد، بس النهاردة هنستخدم شربات قوامه وسط وهيكون ساخن، يعني يكون لسه نازل من على النار، والبقلاوة هتكون لسه طالعة من الفرن علشان تطلع معانا اساور الست. يعني قرمشتها تكون مظبوطة، ما تكونش ناشفة قوي ولا هي طرية قوي. ده شكلهم بعد ما خلصوا. انا بقى هنا ابتديت اوزع المكسرات. استخدمت فستق، تقدروا تستخدموا اي نوع مكسرات تحبوه. بس النصيحة يعني مني علشان انا جربتها كذا مرة، بلاش تحطوا المكسرات في المرحلة دي. انا رأيي ان احنا نسوي الجلاش الاول بالسمنة، هنضيف له شوية سمنة وبعد كده ندخله الفرن نسويه وياخد تسوية بتاعته براحته، وبعد كده نبقى نحط المكسرات بعد ما يطلع من الفرن. بس طبعا هتكون مكسرات انتوا محمصينها وطحنينها، لان الفرن لو ما بيوزعش الحرارة كويس زي الفرن بتاعي كده هتضطروا تشغلوا الشواية، فلما نشغل الشواية المكسرات يعني بتلسع شوية من فوق، فالافضل ان احنا نضيف المكسرات بعد لما نسوي الجلاش نفسه. اتمنى تكونوا فهمتوا قصدي يعني.
طبعا زي ما قلت لكم تقدروا تستخدموا اي نوع مكسرات متوفرة عندكم، تقدروا تستخدموا فول سوداني، عين جمل، اي نوع متوفر. المهم وانتوا بتطحنوها يعني ما تفضلوش تطحنوا فيها كتير عشان هتبتدي تتحول لسائل، يعني زي ما بنعمل الطحينة وزي ما بنعمل النوتيلا وكده، بنفضل نضرب المكسرات كتير فتقوم تتحول لسائل. احنا مش عاوزين نوصل المرحلة دي، فخلوا بالكم من النقطة دي وانتوا بتطحنوا المكسرات. ما تضربوش فيها كتير عشان هتبتدي تنزل الزيوت اللي فيها وتتحول لسائل. هنا بقى ابتديت ادهن اساور الستة من بره كده، اللي هو الجزء بتاع الجلاش اللي ظاهر ده بالسمنة. بعد كده هخلص الصينية التانية بنفس الطريقة ونفس الخطوات، وزي ما قلت لكم انا بنصحكم ان انتوا تسووها الاول من غير المكسرات. بعد ما هنخلص الصينيتين هوزع بقى كمية من السمنة كمان فوق الجلاش كله كده، بحيث برضو الجزء اللي تحت يكون واصل له سمنة. يعني هوزع حوالي معلقتين او 3 في كل صينية علشان لما يدخلوا الفرن ياخدوا لون من فوق ولون من تحت. هنا مقدار السمنة اللي كنت عاملاه خلص، فاضطريت اسيح شوية سمنة كمان علشان اوزعها على الصينيتين عشان ياخدوا لون من تحت زي ما قلت لكم. انا عملت الصينية التانية فستق والباقي كملته بعين جمل. هوزع بقى السمنة على الصينيتين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هدخلهم فرن مسخن على درجة حرارة 200 لحد ما ياخدوا لون ذهبي فاتح. هنحضر بقى الشربات مع بعض اثناء ما البقلاوة في الفرن. عندي هنا 1.5 كوباية من السكر، هضيف عليهم 1 كوباية مية وعصرة ليمون، وهسيبهم على نار هادية لحد ما السكر يدوب، وبعد كده هعلي النار شوية وهسيبهم حوالي من 5 ل8 دقايق لحد ما القوام بتاعه يكون يعني يتقل شوية. بعد كده هطفي النار وهضيفه على البقلاوة او اساور الست وهي لسه طالعة من الفرن. هنا بعد ما اساور الست استوت والشربات كمان جاهز، طبعا الشربات سخن زي ما قلت لكم، هضيفه على طول بقى على البقلاوة بالشكل ده. مش لازم تستخدموا كمية الشربات كلها، يعني حسب ما انتوا حابين. بعد بقى لما بضيف الشربات بغطي عليه شوية وبسيبه يهدى، يعني كل ما سيبتوه يقعد شوية بعدها بيكون افضل. ولو حطيتوها كمان في التلاجة قبل التقديم بساعة او ساعتين بيكون طعمها احلى. اتمنى تكون وصفة النهاردة عجبتكم، ومتأكدة ان انتوا لو جربتوها هتحبوها جدا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة علشان يوصلكم الفيديوهات الجديدة. ولو طبقتوا اي وصفة من وصفاتي شاركونا الصور على بيج الفيسبوك، لان لما بتعجبكم الوصفات وبشوف تطبيقاتكم بجد بفرح جدا. قولولي في الكومنتات عاوزين الوصفة الجاية تبقى ايه. باي باي.